طب ايه علاج الكسل؟ باختصار علاج الكسل ده هو الجشع. ايوه انا اعني الكلمه الجشع، والكلمه الجشع معاني سلبيه لا حصر لها، لكن الجشع القليل اللي اتكلم عنه روبرت كيوساكي هو ازاي نفكر ايه اللي هيعود علينا من منافع العمل اللي بنقوم بيه، ازاي استفيد افضل استفاده من صحتي من وقتي ومن خبرتي ومن عقلي. قليل من الجشع مفيد لانه هيخليك اقل كسلا. الكسل الحقيقي ممكن يجي من الاعتقاد بان الاغنياء جشعين والجشع بيورد المهالك. للاسف وبشكل كبير كبرنا واحنا متعودين على فكره استحاله تحقيق اللي بنتمناه او بنرغبه، وده اللي وصلنا للي احنا عليه من كسل، وبقى ده هو الحياه الطبيعيه بالنسبه لنا. ابدا من دلوقتي بشحن طاقتك وتغذيه عقلك الباطن بافكار ايجابيه. درب عقلك على التفكير الحتمي في زياده مصادر دخلك وخليها عاده مستمره.